السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزيمة الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري 1-0 في المرحلة الأولى من مباريات دوري المجموعات دوري أبطال أفريقيا. هزيمة الزمالك 1-0 النهارده بضربة جزاء في الشوط التاني. طبعًا هو امتداد للعروض السيئة لنادي الزمالك. عرض مستمر، عرض مستمر من محلي لأفريقي. وعارفين كلّنا الأسباب وحاطين إيدينا عليها، بس إحنا مستمرين في اللي إحنا فيه. طب مستمرين ليه؟ مستمرين ليه والزمالك مستواه في النازل كده ولمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ النهارده البروف يعني جوزوالدو فيريرا راجع لنا طبعًا بنفس أخطاء التشكيلات السابقة، برضه الجمع ما بين دونجا وما بين عمرو السيسي، اللعب برضه بعمر جابر اللي فيه طبعًا سِنّة بطء واللي مش عارفين أصلًا هو يعني الزمالك جابوا صفقة ليه أصلًا، جابوا من بيراميدز ليه، مش عارفين لحد النهارده. طبعًا أحمد فتوح مش عارف يرجع لمستواه، خط الدفاع مهتز، محمد عواد مش ده بتاع السنة اللي فاتت خالص، الزمالك بتاع السنة اللي فاتت بتاع الدوري والكاس والاحتفالية أبطال الدوري، مش هم دول، نفس اللعيبة بس مش هم دول. حتى إن كان أشرف بن شرقي مشي قبل حسم الدوري، الزمالك حسمه باللعيبة الموجودة، فمش عارفين. الجزيري طبعًا من ساعة ما رجع من منتخب تونس، مش هو الجزيري بتاع السنة اللي فاتت، كل اللعيبة أصلًا مش في مستواها وعلامة استفهام، زائد أخطاء طبعًا البروف، البروف يعني في حتّة تانية، ما فيش تركيز، ما فيش عطاء من ساعة ما المساعد بتاعه مشي على البرتغال. طب وليه؟ يعني إدارة نادي الزمالك أنتم شايفين إن استمراريته كده هتفيد؟ مش هتفيد، ده هتضر بالفرقة وهتنزل من أسوأ لأسوأ لأسوأ. النهارده هزيمة من بلوزداد الجزائري، وقبل كده من فاركو، وقبل كده من المحلة، وقبل كده من أسوان، وقبل كده من الأهلي. فالزمالك السنة دي يعني خصوصًا في 2023 من سيء لأسوأ، 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 وما فيش حلول، ما فيش حلول. اللعيبة خلاص، يعني اللعيبة خلاص يعني فكِّت زي ما بيقولوا كده بالبلدي. ما فيش عطاء، ما فيش روح، ما فيش روح للفانلة نفسها. كل واحد في وادي، لعب فردي، زيزو في ناحية، الجزيري في ناحية، عمر جابر في ناحية، نيمار مش ده نيمار، السيسي ودونجا مش عارفين، مش عارفين الربط ما بينهم إيه، يعني الأطراف، خط الدفاع. فيا زمالك ارجع لكورتك الحلوة، ارجع للروح بتاعتك، ارجع لمستواك السابق، علِّي من مستوى الدوري العام، علِّي من دوري أبطال أفريقيا. سوء مستوى الزمالك هيؤدي لسوء البطولات دي، إنما وجود الزمالك في المنافسة بيحلّي البطولات اللي بيشترك فيها. إحنا زي ما بنشيد بالأهلي وبنشيد أو بنشيد ببيراميدز أو future، الزمالك برضه محتاج إن إحنا نحُط إيدنا على المشاكل فين عشان يرجع الزمالك. المشاكل في الزمالك إدارية، المشاكل في الزمالك خططية وفنية على المستوى الأول، اللعيبة هي، والمهارة هي، المهارة ما حدش بياخدها من اللاعب مرّة واحدة. لازم حَل جذري للزمالك، لازم حَل من الجذور عشان يرجع الزمالك تاني، عشان يرجع الزمالك أصلًا كبطل دوري أو ينافس على بطولة الدوري، عشان يرجع للزمالك تاني إنه ياخد البطولة الأفريقية اللي غايبة عنده من يعني من عقود، العقد 10 سنين. فالزمالك محتاج وقفة. خسارته النهارده لسه الترجي هيلاعب المريخ، ومش نبقى من أولها كده نبقى إحنا في مؤخرة المجموعة. إحنا في انتظار الزمالك الحقيقي إنه يرجع، لإن مش دي الروح ولا ده الأداء
ولا ده الفكر ولا ده أي شيء ولا ده الخطة ولا دي الإدارة، عايزين حل جذري لفريق نادي الزمالك، وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.